السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل عام وانتم بألف خير. رمضان كريم عليكم. طبعا ما نزلتش فيديو اول يوم، يعني ناس كتير قوي نزلت فيديو اول يوم، بس انا ما نزلتش اول يوم. حصلت معايا كده كذا حاجة فخلتني بجد يعني مش عايزة انزل فيديو، او حاسة ان انا بالي مش مركزة ان انا انزل فيديو. يعني اول يوم بقى كنت عاملة اروق وانضف في الشقة وكده، عشان اول بقى رمضان كده بقى اللي هو بقى خلاص انا مخلصة كل حاجة. جيت قبل رمضان بيوم اللي هو يوم الوقفة، خلاص الشقة بقت تمام، وبعمل بقى البلكونة زي ما قلتلكوا، سبتها لاخر يوم عشان اعملها بقى بالخرطوم وكده عشان تبقى نظيفة. شغلت الخرطوم، كنت بقى عاملة بيه كل حاجة، بس يعني كنت عاملة بيه السجاد وما كانش فيه اي حاجة. لما غسلت بقى البلكونة بالمية وداخلة بقى في الخرطوم عشان خاطر اشد المية بالمساحة من البلكونة، لقيت الخرطوم كان مقطوع، غرق معايا السجاد، سجادة السفرة، ومشاية من الركنة، ومشاية كمان من ناحية الانتريه. ده كان يوم الوقفة، طبعا شلتهم ومسحت مكانهم وكده، بس طبعا انا مبحبش شقتي من غير سجاد. ده اول يوم بقى رمضان برضو، قمت خلاص كانوا الحمد لله نشفوا، وكنت بقى خلاص هفرشه باخر اليوم، وروقت تمام، ويعني روقت الشقة، نضفتها وجهزت الاكل الفطار اللي هعمله وخلاص، وقعدت بقى كده في البلكونة، قرأت الورد بتاعي، ودخلت الشقة عشان اصلي العصر، وابدأ بقى ان انا اعمل الفطار. كنت اعمل المحشي، يعني كنت عامله محشي بتنجان في اول يوم، كنت بقى عايزه ايه اعبيهم كده وخلاص. واجهز الفطار، لقيت المطبخ عايم ميه، الغساله خرطومها اتقطع وهي بتعصر، غرق المطبخ، وكان خرجت الميه بقى على السجاده اللي هي في الصاله الصغيره، غرقت نصها. يعني كويس ان انا لحقتها وما دخلتش بقى على الاوض. شلت بقى طبعا السجاد ومسحت وكده، بس طبعا يعني عايزه اقول لكم الشقه برضو يعني بقيت حاسه ان انا مرتحتش، وانا مبحبش الشقه من غير سجاد. مسحت بقى وكده وظبطتهم، والحمد لله ان الجو حلو، فنشفوا يعني النهارده كانوا نشفوا كده. السجاد بتاع يوم الوقفه نشف امبارح، وده نشف النهارده. فمسحت بقى كده مكانهم، ومسحت عندي بقى فراغات بين السجاد كده مسحتها، وفرشت كل بقى السجاد كده الحمد لله. كنت بقى مسحت البلكونه برضو والشرشوبه. برضو حته الفراغات اللي عندي السيراميك اللي باينه دي على طول بيبقى فيها تراب، يعني يعدي يوم او كل يوم كمان، يعني ساعات ما بعديش يوم لازم امسحها عشان خاطر تبقى نضيفه. هنا بقى قبل ما افرش الفرشه دي كلها كان يعني الحمد لله لحقتها، كانت غرقت نصها بس. وانا بقى كنت مسحت المطبخ برضو كده الحمد لله، كانت الشقه معايا تمام. وكنت بقى مروقه المطبخ ومنضفاه، وفي اي مواعين او كده عشان خاطر ادخل بقى اعمل فطار يبقى على روقان، يعني يبقى الشقه كلها تمام. دي السجاده برضو دي كانت متشاله، وكنت مسحتها وشغلت المروحه عشان الارضيه تنشف، ويعني وخليت جوزي فرشها معايا قبل ما ينزل عشان خاطر السفره تقيله عليا. واللي هناك دي برضو اللي عندي الانتريه المشايه دي كانت غرقانه برضو معايا، دي كانت غرقانه يوم الوقفه. بس يلا انا يعني كنت متضايقه وحاسه ان في يعني بقيت خايفه للسجاد يكون يعني ما بقاش نضيف معايا، بس الحمد لله لما نشف ما لقيتش فيه حاجه، هو طبعا ابيض وبيظهر فيه اي حاجه، فالحمد لله ما لقيتش فيه حاجه. هنا بقى دخلت عشان اعمل الفطار، اجهز الفطار. كنت النهارده عامله كبسه. كده نزلت بقى بمعلقه من السمنه وشويه من الزيت، يعني دايما حطي سمنه وزيت، ما تحطيش ولا ده بس ولا ده بس. خليتهم بقى يسخنوا جامد، وبعدين كده حطيت اللحمه معايا. طبعا انا عايزاها تتشمع يعني تاخد لون كده، ففضلت بقى اشوح فيها لحد ما تاخد لون، وبعد كده بقى انزل عليها بالتوابل. طبعا هي حيرة كل يوم بقى في رمضان، يعني حيرة كل يوم هتبقى تعملي اكل ايه. فطبعا يعني عايز تغيير، مش عايز رز وطبيخ ومحشي، اكيد مش هتعملي محشي كل يوم يعني، لان المحشي متعب شوية برضه. بس يعني كل شوية بقى تغيير وكده، بس رمضان ما بيحبش انك تعملي اكل كتير، لاني بصراحة تاني يوم بتعملي اكل جديد، فاعملي كميات على قد بيتك بس، لان اللي هيفيد تاني يوم يعني بقى انت لسه عايزة تعملي اكل جديد وكده، لو عملتي اكل جديد وسخنتي حاجة قديمة جنبه محدش هياكلها، فعشان كده اعملي على القد بس. هنا بقى كنت عمالة اشوحها بقلبها على كل الجناب، علشان خاطر يعني ايه انا عايزاها تبقى كلها واخدة لون معايا. عايزه اقول لكم انا بعمل الحركه دي اصلا حتى في اللحمه العاديه ما بحطهاش تتسلق، بحب اعملها كده. وحتى لو جبت فراخ عشان خاطر ما تبقاش لها ريحه،
بحب احطها في برضو في معلقه سمنه او حبه زيت، واحطهم كده وبنزل عليهم بالتوابل وبصل وجزر وطماطم واقعد اشوح فيها. وبعد كده بقى ايه, بروح بقى يعني عاملاها بقى بالميه وما تبقاش عليها فيها اي ريحه خالص. هنا بقى كان معايا ورق لورا وكمان حبهان ومستكه، وحطيت قرفة عيدان، وحطيت بقى هنا كان معايا الفلفل الاسود والكمون والكزبره ومعلقه صغيره من الكركم. حابه تحطي الكزبره حصى حطيها، لكن انا بحبها بودر بصراحه، ما بحبهاش حصى، فحطيت كله بودر. هنا بقى يعني ما نزلتش بكله، حطيت اللورة والقرفة العيدان والحبهان والمستكه، وفضلت اشوح فيها شويه. وبعد كده بقى نزلت بباقي البهارات. انا ما حطيتش ملح عشان خاطر يعني ما ياخرش معايا اللحمه، خليتها عدت ساعه كده وبعد كده نزلت عليها بالملح. هنا بقى كنت مجهزه بصلايه معايا وبدات برضو انزل بيها. عايزه اقول لكم الريحه كانت حلوه جدا. يعني لو انت محتاره تعملي اكل ايه، فبرضو هي سهله في انها حله واحده، مش حيلة بقى كتير ولا الكلام ده، هي كانت حله واحده. بس انا كان معايا كذا حله تانية في الاخر كده هتلاقوا مواعين كتير، عشان كان عندي حله كان فيها شويه من اللسان العصفور سخنتهم، كان يعني من اول يوم وكده سخنتهم وما عملتش بقى جديد. وكان برضو يعني يعني بقى كان في حله. وطبعا الاطباق اصلا بتاعه المواعين بتاعه رمضان يعني بتبقى كتير شويه، اللي هي الاطباق اللي بتغرفي عليها، لان بقى بتبقى في سلطه وفي لسان عصفور، بتغرفي بقى يعني بتبقى حسها كتير، يعني مش الحلل وكده، لا الاطباق والكوبايات يعني انا اصلا بخلص بغسل البوتاجاز وبغسل اي مواعين معايا عشان بعد الفطار ما تبقاش مواعين كتير معايا، وبرضو بلاقيها كتير برضو. هنا بقى انا كنت خلاص بقى شوحتها بالتوابل والبصل وخدت لون حلو كده. يعني ما كان المفروض انزل عليها بميه مغليه، بس نسيت خالص ان انا اشغل الكتل، فحطيت عادي ميه من الفلتر. بس اول ما تقلب وطي عليها بقى وخلاص، هتقلب على طول. على فكره انا زودتها ميه تاني عشان قلت برضه عشان لسه هسقي منها الرز. هنا بقى كانت قلبت معايا. عايزه اقول لك توطي عليها النار خالص، مش معنى بقى ان هي عاليه فهتسوي معاكي اللحمه على طول، لا هي برضو لو وطيتي عليها هتسوي بنفس السوا. يعني بصي انا موطيه عليها ازاي خالص، يعني حاجه بسيطه خالص، بتستوي بقى براحتها كده وبتبقى طعمها حلو في الاخر. وما بتحتاجش ان انت كل شويه تزوديها ميه، عشان انت لو معليه الميه هتنشف، كل شويه تزودي ميه. انا ما حطيتش، لا يعني حطيت ميه تاني عشان يعني قلت تبقى كتير وكده، فيعني يعني مش كل شويه بقى تزودي وكده، فهي تهدي عليها خالص. انا كده بعمل في الفراخ كده وفي في اللحمه كده في اي حاجه عشان خاطر تستوي براحتها. هي بتاخد نفس يعني لو خدت ساعه ساعه ونص، هي بتاخد برضو حتى لو انت معليه بتاخد ساعه ساعه ونص، بس الفرق ان الشوربه بتاعتك بتخلص بتلاقي نص الحله او ربعها يعني. هنا بقى كان عدى ساعه، حطيت الملح وكان لسه يعني ما استوتش، كان لسه فيها سنه لان هي اللحمه مش صغيره. وحطيت بقى الرز. انا عملت 3 كوبايات من الرز. زي ما قلت لكم انا بعمل الاكل على قد عشان ما يفوتش حاجه. حطيتهم بقى كده الرز يعني يتنقع نص ساعه كده. هنا بقى انا كنت جايبه كيلو من الفراوله، يعني كنت بسوق وكنت جبت يعني انا ما جبتش اخزن ولا اي حاجه منها، فجبت كيلو كده. قسمته، عملت النهارده منه كده عصير فراوله على لبن، وعندت النص التاني قلت اعمله في يوم تاني. انا كده كده عندي جوافه برضو بحب اعملها على لبن، وكان عندي يعني عندي برضو البلح بابله برضو في لبن بيبقى حلو برضو، يعني عشان كده انا ما جبتش كميات وكده، انا لقيتها قدامي فجبت كيلو خلاص. هنا بقى خلاص كانت اللحمه استوت معايا، طلعها بقى كده. عايزه اقول لكم استوت جامد، يعني انا بحبها تبقى مستويه يعني دايبه، طبعا بتبقى احلى. طلعتها عشان خاطر عايزه اصفي بقى الشوربه علشان اعمل الرز. عملت الرز في نفس الحله، بس عشان طبعا فيها حاجات كتير والتوابل والبصل وكده مش هينفع تعملي فيها الرز وهي كده، فصفيها عشان تبقى الشوربه معاكي حلوه. طبعا حدقها مظبوط وكل حاجه، يعني طبعا احنا بندوق على طرف لساننا يعني عادي، فعشان خاطر ان الواحد بيبقى في رمضان خايف الحاجه تطلع دلع يا تطلع حادقه، واكتر حاجه لو طلعت حادقه يعني الواحد بيزعل قوي. يعني دي اللي بحس الاكل عادي شويه، لكن حادق دي لا. هنا بقى رصيت اللحمه، ما حطيتش اي حاجه بقى في الحله تاني، هي زي ما هي ولا غسلتها ولا اي حاجه. رصيت كده
اللحمة ونزلت عليها بالرز ونزلت عليها يعني بالشوربة. انا كنت طبعا كوباية الرز بتاخد كوباية ونص صغيرة، اللي هي الكوباية الصغيرة من المية، فانا كنت معايرهم هنا معايرة بالكوباية في قلب الطبق ده. بس كنت حطيت شوية، يعني حسيت انها يعني ايه مش محتاج شوية كركم، فحطيت شوية من الكركم. طبعا اول برضو ما قلبت معايا وطيت عليها خالص وهديت عشان الرز يستوي براحته. طبعا الرز ما بياخدش وقت، فكان خلاص يعني الاذان قرب يأذن، يعني كانت الساعة 5:15 كده، ناقص ساعة الا ربع. فاللي هو بقى بجهزت السلطة وكذا حاجة كده، كنت خلاص غرفته وخلاص. طبعا بجهز الاكل وبنزل عند حماتي نفطر مع بعض، وبطلع بقى بعد المغرب كده بعد ما نفطر يعني عشان خاطر اغسل المواعين واصلي التراويح هنا، وكمان برضه عشان حماتي تصلي التراويح وكده. وبكده خلاص يكون شطبت المطبخ، عشان خاطر الحق اصلي التراويح وكده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.